الأهلي يرفع العرض المالي لحسم الصفقة. مسؤول القلعة الحمراء قرروا رفع عرضهم لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه من نادي جايس السويدي إلى 2 مليون دولار، بعد أن كان العرض الأولي 1.8 مليون دولار، في محاولة لإنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير. النادي السويدي لا زال متمسك بمطالبه المالية. رغم زيادة العرض، هناك صعوبة في التوصل للاتفاق، لأن نادي جايس يطلب ما يقرب من 4 ملايين دولار للتخلي عن دياباتيه، وهو رقم أعلى بكثير من الذي يقدمه الأهلي حالياً. دياباتيه هو الهدف الأول للأهلي في الهجوم. الأهلي يرى في دياباتيه الحل لتعزيز خط الهجوم بعد صعوبة حسم صفقات أخرى، ويعتبره الخيار رقم 1 لإضافة قوة وفاعلية أمام المرمى في الدور الثاني من الموسم.